احنا اتفقنا ان الوجبه دي ب 150 جنيه. بص يا معلم، بسم الله ما شاء الله، بصوا على الجمال. شويه جمبري. مساء الخير، مساء العسل. دايما بتسأل كتير، خصوصا لما الناس تعرف اني سويسي، يقولوا لي يا روماني طيب عايزين ناكل اكل الجمبري ناكل فين؟ انا النهارده هقول لك تاكل فين لما تيجي السويس عندنا. تاكل فين؟ الحقيقه في محلات كتير كويسه، بس انا بقى بجيب من عند مين؟ يعني انا مثلا لما احب اكل اكله جمبري كده وبتاع، اكل من عند مين؟ انا باكل دايما من عند عبده وارث. عبده وارث اكله حلو ونضيف ويعتبر ارخص اللي موجودين. تعال شوف بقى الوجبه المفضله اللي انا بحب اجيبها من عنده ايه. بص انا بجيب وجبه، الوجبه هتشبعك يعني. تعالى كده مع بعض نقشر. اول حاجه في الوجبه واللي عجباني يعني في الوجبه دي هي ايه؟ بص ده شكل الوجبه. 2 طبق فويل، تمام، وعيش، وطبعا السلطات. سلطه الطحينه هنتكلم عنها لان مهم جدا نتكلم عن سلطه الطحينه دي. واهم شيء بقى، اهم شيء هو الشوربه، شوربه السيفود. بص شوربه السيفود بقى ليها معامله خاصه. بص دي شوربه السيفود اهي، خدت بالك؟ بيبقى جواها بقى بلاوي زرقاء يا معلم، خيار البحر وصرصار البحر وخيار وطماطم البحر، ليله كبيره قوي موجوده دي يا معلم، تهد بيها جبال. طبعا دي لازم تبتدي اول حاجه بيها عشان تسلك زورك. بص الفينش عامل ازاي. احنا حقيقي الواحد بيبقى مبسوط لما بيلاقي ان في براند سويسي عامل شغل التقفيل والفينش ده، يعني جميل جدا. بص 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 الجمال، بص الحلاوه، بص بص. طبعا ناس كتير جدا هتقول لي يا رماني انت واخد كام؟ صدقوني ما واخد حاجه، انا بكلمك بامانه. طبعا ما ينفعش شوربه من غير الليمون. بص بس انا ليا تعقيب في الشوربه مهم جدا، رساله لعبد وارث. يعني الشوربه دي معموله بالكريمه دي، لو الناس صايمه مش هينفعوا ياكلوها لان الكريمه افطاري، فيا ريت يبقى في حله للصايمين، حله كده من غير الكريمه. ساعات لما بتضيف اضافات كتير بتبقى ضدك مش معاك، يعني دي احنا مش هنقدر ناكلها لانها صيام. وطبعا بتساله بتقول له في شوربه من غير كريمه، بيقول لك لا. فيا ريت رسالتي توصله، اعمل شوربه من غير كريمه للناس الصايمه، مهم جدا خصوصا الايام دي الناس هتاكل من عندك كتير عشان احنا صايمين، فيبتدي الجمبري والاكلات دي كويسه جدا للناس الصايمه. فيا ريت ما تحط، اعمل حله يا عم، انا عارف ان الكريمه بتدي طعم وبتاع، بس اعمل حله من غير ما تحط فيها الكريمه، هيبقى حلو جدا جدا جدا. لاني انا بتصل بيه بكلمه بقول له انا عاوز من غير كريمه، بيقول لي لا مفيش. فما ينفعش تجبر الناس على الكريمه، يعني في لازم تعمل لنا حله للصايمين، واحده وطنيه وكده. طيب اتكلمنا عن الليمون واتكلمنا عن المخلل، شويه حاجات كده صغيره المطاعم لازم تعملها. تعال نشوف اللي اتكلمت عنه ده في الاول ايه بقى. بص اول حاجه العيش اهو، تعال نقشر. متكبسه تكبيسه يا معلم عشان تحافظ، طبعا عشان الحاجه توصل لك دليفري، توصل لك ايه سخنه كانها لسه طالعه من واخد بالك انت؟ ها على طول. طيب عقبال ما نقشر كده، ما فايده الجمبري؟ الجمبري بيعلي الفسفور، بيعلي ها، خليك كده. الوجبه دي على فكره الواحده هتكفيك جدا. ليه بقى؟ ده العيش بص سخن جميل جدا، ودي ميزه مهمه جدا ما بتلاقيش في اي مطعم، ساعات يجي لك العيش مش كويس. تعال نشوف اول فويل بتاعنا، اول طبق. احنا اتفقنا ان الوجبه دي ب 150 جنيه. بص يا معلم، بسم الله ما شاء الله، بصوا على الجمال. شويه جمبري،
كاريماري، سمك فيليه مخلي. هو ده محتويات الطبق. طبق حلو يشبعك يعني، يلكم معاك. طيب سيبنا من ده، نرجعه تاني زي ما هو ونمحي اثار العدوان. الطبق التاني اللي كان فيه الفويل ده مهم جدا جدا بقى في الطلب يا معلم. ليه؟ عشان ده، لا ده نفس الموضوع. يبقى هو حاطط الرز مع بعضيهم، حاطط الرز مع بعضه. طيب ده طبقة الرز يا معلم. ما عنديش خبرة في الأكل قدام الناس أو العرض، لكن إن شاء الله هكتسب هذه الخبرة وهكون فظيع في بص بقى يا جماعة، بص شوية رز صيادية مع الجمبري الصغنطط ده. بص دي تحفة. الوجبة دي مع الشوربة والعيش والسلطة والطحينة والكوكتيل بتاعنا ده، الوجبة دي عاملة 150 جنيه. أنصحها بشدة. لما تكون عاوز تاكل أكلة سمك سويسي تعال هنا. طبعا عنده في المنيو كتير جدا، بس أنا بحب الوجبة دي من عنده، هو شاطر في الحتة دي.